اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعني السلام فأنحى العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين يا رب العالمين. حبايب قلبي، وبدأ الشتاء عندنا في مونستر ألمانيا. ايه رأيكم؟ تلج اهو. لسه كانت في واحدة متابعة من حبايبنا بتقول لي انا عندي في بلجيكا التلج جالنا، يعني عندهم تلج، ابتدت الدنيا تنزل تلج. فلسه كنت بقول لها والله ربنا يستر وما يكونش عندنا احنا، يعني ما تحصلش عندنا قبل ما ننقل، هتبقى مشكلة كبيرة. انا خايفة بس التلج يتكون في الارض فهتبقى كارثة قوي لما جينا ننقل يا ولاد. فانا بدعي ربنا ان احنا يعني يبقى تلج خفيف كده ويسيح بسرعه. وده التلج اللي عامل زي القطن يا جماعه كده، خفيف وبيسيح بسرعه، بس لو تراكم بتبقى مشكله كبيره قوي، بيوقف الدنيا. فانا لسه بقول لها والله، بقول لها ده احنا عندنا في مونستر التلج ما بقاش كتير، بس حاسه السنه دي هيبقى فيه جليد يعني. فشوفوا بقى الجو عامل ازاي، حلو قوي بصوا ده الشارع بتاعنا القديم يا جماعه اللي احنا فيه، يعني بتاعنا. اما ننقل بقى نروح حته تانية غير كده. هنا الشارع عمومي، عربيات رايحه وعربيات جايه طول الليل وطول النهار، ودي بتضايقني برضو. قلت اصور لكم الحته دي، وهنصور الفيديو بتاعنا عادي جدا بعد كده. اوكي يلا، عشان ما احرمكوش من حاجه، تتفرجوا على كل حاجه بتحصل عندنا يا حبايبي. بقى وريناكم الشتاء، اديت لكم لقطه كده من اول شتويه عندنا فيها بقى إيه التلج ده عامل زي القطن كده، بينزل شكله جميل. فقلت اصور لكم المنظر تشوفوه، اول شتويه عندنا فيها تلج يا جماعه. واحده من المتابعين، ايه يا حسن انت هتاخد البتاع لوحدك بلاش انا يعني؟ ما انت اهو باينه. اوكي بس انا هجافك مش مشكله. المهم حسن يتبسط ويظهر هو اكتر، مش مشكله، وهسيبه يتكلم يا جماعه ما تخافوش. كنت اتكلم على ايه؟ اللهم صل على النبي يا رب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الواحد اتمنى انا بسجل اخر الليل فببقى منعوسه على نفسي مشكله انا والله العظيم. فحبيبتي متابعتي جميلتي كده كانت بتتكلم معايا النهارده، بتقول لي احنا جاي عندنا تلج في انجلترا، انت عندكم تلج؟ قلت لها لا بعد الشر قلت لها بعد الشر، احنا ما عندناش تلج، مدينتنا ما بيحصلش فيها تلج ابدا. قلت لها بس احتمال السنه دي لان البرد جاي جامد السنه دي وجاي بدري، فقلت لها احتمال يحصل جليد فعلا، وسمعت كده الله اعلم. فانا بتمنى ان شاء الله بعد ما ننقل يجي الجليد، يجي التلج، المهم ان احنا نقعد في بيتنا ونستقر الاول وبعد كده يجي اللي يجي. احنا بيجي لنا بقى ممكن الصبح كده، تقوم الصبح تلاقي الدنيا كلها بيضه، البيوت بيضه، الشجر ابيض، الارض بيضه، بس مجرد بس ما الدنيا يعني فتره الصبح دي تعدي تلاقي الدنيا التلج ده ابتدى يسيح والدنيا بترجع لطبيعتها. فبنقول يا رب بقى ربنا يستر، كفايه الساعه هيبقى ساعه وتلج. مره حسن السنه من قيمه سنتين كده كان عندنا جليد بقى، يعني كان متر كده، كان التلج تقريبا يجي نص متر كده. المهم حسن خدت له هدر حلو. كنت انت جاي من الغسيل ساعتها باين؟ لا رايح اجيب سجاير. احسن اخدت هدر احسن. هو بطل السجاير دلوقتي؟ هو في المكان تحت البيت هنا وانا راجع مركز جدا في الحته. مركز مين ده؟ انت بتغرزي في التلج اصلا. مركز جدا. اخدت الهدر التاني كل ما يقوم يقع. بس هو كان رايح يجيب سجاير، فانا شمت فيه علشان كان رايح يجيب سجاير، عشان كنت اقول له بطل السجاير، ما كانش بيسمع كلامي يا جماعه. الحمد لله بطلت لحد ما بطل السجاير. ايه السبب؟ بطلت السجاير ليه؟ شريان في القلب. عمل دعامه في القلب. قام الصبح كده، بالليل بيقول لي انا تعبان يا اماني، انا تعبان، انا حاسس صدري وجعني. قلت له بس نام كده واستريح. ما كنتش متوقعه بصراحه ايه اللي عنده. هو كان بيكح كحات صعبه قوي قوي كده. فبقيت اقول له يا حسن بطل السجاير، يا حسن بطل السجاير، ما اسمعش كلامي، ما بيبطلش الحاجه اللي بعد ما بيجي وراها كارثه. الحمد لله. تاني يوم الصبح راح يغسل، حجزوه في المستشفى. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله طبعا. الحمد لله.
فبطل السجاير اجباري. والله العظيم كنت عامله فيديو في التليفون اللي باظ على موضوع العمليه ومصوراه وبعمل العمليه وكل حاجه، بس الفيديو التليفون باظ وما عادش عارفه افتحه، فطبعا ما عرفتش احط لكم الفيديو ده. كان قبل في اوائل ما فتحنا القناه كده. ربنا ما يجيبها تاني. ما هو علشان كده قاعد يقول لي افتحي القناه افتحي القناه. كنا مكتئبين بصراحه. لا الوقت الحمد لله احسن من الاول بكتير يعني، والواحد شاكر جدا للمتابعين والله. ودلوقتي بعد يشوف المتابعات دعاهم وبتاع ويقعد يبص على على التعليقات. وكان يقول لي الاول ايه، او في الاول خالص بقى، لا 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 انا مش بشوف كويس، لا 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 مش هشوف المتابعة، مش عارف اقرا، لا انا مش شايف. اتاري كان بيضحك عليا ومكسل علشان انا اللي اشوف، انا اللي ارد. فهو دلوقتي بقى بيتابع من تليفونه الكومنتات وكده، بس انا اللي برد برضه. الحقيقه بلاقي كومنتات حلوه جدا جدا. حسن بقى بصراحه مبسوط، والله مبسوط يا جماعه، الله يبارك لكم يا رب. وفي ضمن الكومنتات دي بتيجي واحده ايه يعني تشتمنا واحده اتنين تلاته كده، تعمل الواجب يعني، ما يلا بس عادي هي قبضه لازم تنفس. ايوه اصل دي لجان الكترونيه بتشتغل باليوميه. يعني مثلا بقول لها اكتبي لفلان وفلان وفلان بس على طول او بتحط الاكلاشيه عندي، تاخده من عندي تحط عند خوخه، ممكن عند والله جميع قنوات النقد. والله حقيقي صح كلامك صح، لان دول بياخدوا يوميه واحده، بيبقى نفس الكومنت عندي وعند هنا وهنا. انا شفت حقيقي ده كومنت ده طبعه واحده. يقعدوا يعني يعملوا، ما هو هيغير يعني، هيكتب لنا حاجه ويكتب للتاني حاجه تانية، هيتعب طبعا. لا ما احنا الاثنين هي بس تقول لهم بسك على فلان، بس حبسك عليه، يلا بسك عليه. المهم بقى هنرجع بقى نتكلم في ايه. انت هتتكلم في حاجه وانا اتكلم في حاجه عشان ما نقطعش على بعض، عشان الناس بتزعل مني يا ستي. اللي احنا هنتكلم فيه، احنا يا جماعه عندنا ديمقراطيه والله. اللي احنا هنتكلم فيه، اصل في ناس بيطلعوا يقولوا لي ايه ده، انت باين عليكي شديده، انت صعبه عليه، شكله شخصيته ضعيفه معاكي. يا جماعه لا عيب والله العظيم الكلام ده ابدا. اسالوه اهو يعني انتوا عايزين نمسك احنا عندنا حريه وديمقراطيه في العيله بتاعتنا. احنا مثلا لما بنيجي مثلا عندنا موضوع عايزين نتكلم فيه، باجي انا وولادي ومرات ابني مثلا وكلنا نيجي مع بعضنا ونتكلم، واللي رايه حلو حسن رايه صح بنمشي، رايي انا صح ماشي، لو ابني رايه هو صح بنمشيه عادي. ايه يعني، هو مش عشان صغير بس احيانا طبعا ما حجرش على راي حد. ايوه يعني حتى لو ابني، انا كنت املك ان انا اخلي ابني يقعد مثلا هنا بالعافيه، مش هنزلك ابننا اللي سافر مصر يعني. هو لا انا عايز انزل، وانا بتاع حاضر اتفضل اعمل اللي انت عايزه يا ابني، اللي انت شايفه مصلحه ليك اعمله. فعلا نزل بقى واتجوز وخلف وبتاع، وبعد كده تمام التمام، وبعد كده بتصل بيا انا عايز اجيلك. ايوه طبعا، ما هو يعتبر احنا عايشين هنا وهو لوحده عايش هناك، وهو عمره ما يعني ما بعدش عننا. يعني احنا طول عمرنا ابننا معانا، فهو لما كبر وقعد معانا فترة ماشي، قعد معانا فترة قعد معانا 7 سنين، وبعد كده يا ماما انا خلاص، هو خطب وعايز يتجوز. طب يا حبيبي ما احنا نجيبها لك هنا، لا لا لا, لا انا عايزه اعرف اعيش في مصر، انا عايزه اعيش في بلد. قلت له اوكي خلاص عادي، بس يا محمود احنا بنقول لك. قال لا يا محمود مالكش دعوه يا محمود، حتى احنا حجزنا لك التذكره مش عايزين هنرميها، بس المهم اقعد يا محمود. لا خلاص مشي يعني، خلاص بنسيب الواحد يجرب يخوض التجربه. وبعد كده بيشوف بقى اذا كنا صح. ما هو هيتعلم منين الا اذا كان يجرب. ده نمره 1. نمره 2، في حاجه جميله جدا، الفيديو اللي انت بتقولي عليه اللي انت شفتيه بتاع مصريه. ايوه ما احنا نتكلم ايوه مدام ايمان بصراحه فيديو جميل ايمان. بنتعلم منه حاجات، ان العيل الصغير ده زرع
بنزرع فيه الاخلاق، وبنزرع فيه الدين، وبنزرع فيه كلمة الله ومخافة الله من صغره. ايوه. هو مش بنسيبه كده. يعني اللي بيربي بهيم بيحط له اكل وشرب بس، لكن ده بني ادم لازم من ضمن احتياجاته العقيدة اللي هو الدين. ايوه. فبأسس العيل على الدين كويس، بالظبط زي ولاد ابني. التربية هنا يا جماعة تحت. لو في مصر او في دولة عربية التربية بتبقى سهلة جدا، مش سهلة يعني زي ما، بس قصدي يعني ان هما بيبقى في الدولة بتاعتنا عربية، اللغة عربية، كلنا عاداتنا وتقاليدنا واحدة، كلنا فاهمين بعضنا. انما هنا اختلاف رهيب، لغة مختلفة، ثقافات مختلفة، عادات مختلفة، كل حاجة فيها اختلاف بالنسبة للعرب وبالنسبة للأوروبيين. لا يعني العيل هنا بيروح المدرسة، فبتبقى التربية صعبة جدا. بيروح المدرسة من الساعة 8 لحد الساعة 4. تمام. بيتعامل باللغة اللي موجودة، اللي هو بيتكلمها، اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية. لا ده لما يكون حد عنده ولاده يعني مثلا بيشتغلوا بيقعدوهم فعلا للساعة 4. احنا عندنا هنا في ألمانيا احنا بنمسك الولد ده لما بيجي البيت بتعامل معاه باللغة العربية في كل حاجة، في الكلام. حتى لما بيجي يحاول يطلب حاجة باللغة التانية اللي هي الألمانية أو الفرنسية، بقول له لا، احنا هنا في البيت كلامنا عربي. يعني أنا مثلا هقول لكم حاجة. ويحفظ القرآن. بيبتدي يحفظ القرآن. ما أنا عايزة هتكلم في حاجة. يعني مثلا دلوقتي لما مدام إيمان شافت الفيديو اللي عملته النقة، ماشي، إيمان خافت ليه؟ لأن ولادها متربيين في فرنسا ومولودين في فرنسا واصحابهم فرنسيين وحياتهم كلها ومدرسينهم وكل البيئة اللي محيطة حواليهم فرنسيين. فإيمان خافت، ده اللي أنا فهمته منها، خافت يعني قالت اما اجيب ولاد اختبرهم، اشوف ولاد عاملين ايه. انا ولادي مولودين في فرنسا، فعايزه اختبر ولاد، اشوف ولاد عاملين ايه، اشوف تفكيرهم عامل ايه. فجابت العيال لما شافت مدام نقة عامله فيديو هي واولادها، ولقت ان ولادها تفكيرهم غريب جدا، حته التعليم، حته ان التعليم مش مهم، حته ان الواحده ممكن تمشي غلط علشان مثلا امها او ظروف او ده على فكره في الطريق الغلط، هو ده اختيارها على فكره، مش علشان حاله وعلشان لا هي ممكن تشتغل اي شغلانه هنا وممكن تجيب فلوس لو هي راضيه بالمبلغ اللي هيجيلها من الشغل المحترم اللي هو يرضي ربنا. انما لو واحده بقى طماعه وواحده مثلا عايزه فلوس بطريقه سريعه او بتاع وتمشي وهتمشي في المشي الغلط هتجيب فلوس طبعا. فاحنا ايمان بقى خافت فحبت تختبر ولادها، جابت ولادها من الصغيره للوسطانيه للكبيره وقعدت تسالهم هل يا ولاد لو انا لا قدر الله حصل لي حاجه زي كده هل انتم ممكن تمشوا غلط علشان تجيبوا الفلوس علشان تعالجوني؟ الثلاث العيال ما شاء الله عليهم لا جواهم عقيده، جواهم دين، تعلموا دين، تعلموا اللغه العربيه صح. العيال رغم ان هم مولودين في فرنسا ما شفتهمش بيتكلموا مثلا مكسر او مثلا ان في حتى لكنه مختلفه عن اللكنه العربيه، مفيش العيال بيتكلموا عربي صرف. حتى مثلا لو نطقوا مثلا كلمه هم مش عارفين نطقها بالفرنسيه بعض الكلام بسيط جدا، انما اللغه العربيه عندهم سليمه 100%. يعني معنى كده دي بترجع لمين يا جماعه؟ اهتمام الام للتربيه. انا هقول لكم حاجه، انا عندي مثلا ولاد ابني هنا، ولادي انا ابني معاه 3 بنات ربنا يخليهم لي يا رب. واحده عندها 5 سنين و8 سنين و10 سنين، ماشي، 3 كلهم صغيرين هم. بيتكلموا عربي زينا زي جدها كده وزي بيتكلموا عربي جدا حلو جدا، بيحفظوا قرآن، بنوديهم الجامع يحفظوا قرآن. مامتهم ربنا يبارك لها ويبارك لابراهيم يا رب،
بيحفظوهم قرآن. بيخلوهم لايف، حد مدرسين بيدرسوا لهم من مصر من لايف. مصر. يعني قرآن. تحفيظ قرآن وكده. يعني العيال بيجوا يتكلموا مثلا في البيت، بيتكلموا معانا عربي، فلما بالعيال ساعات يخشوا مع بعض يتكلموا بالألماني، فلا يا حبيبي لا يا حبيبتي احنا عايزين نتكلم ايه؟ عربي. نتكلم مع بعض عربي. فجت البنت الصغيرة، جت في يعني جت ما كانت رافضة ان هي تتكلم عربي، اللي هي الصغيرة خالص. لا انا عايزه اتكلم دوتش، عايزه اتكلم دوتش. يا بنتي احنا عايزين نتكلم نتكلم عربي، نتكلم مع بعض في البيت عربي. احنا خايفين ان هي من كتر ما هي تتكلم الماني فهتنسى الايه؟ فهتنسى العربي، او بعد كده هيبقى العربي بتاعها مكسر. فجت فتره كده فعلا بقينا هي كل ما تتكلم الماني احنا نتكلم معاها بالعربي علشان نجرها ان هي تتكلم بالعربي. فرجعت تبتدي ظبطت تاني. هم ممكن العيال لما بيجوا يتكلموا مع بعض مثلا بيتكلموا بيستسهلوا بيتكلموا الماني، بس في الواقع بيتكلموا عربي كويس جدا. امهم وابوهم بيساعدوهم ان هم يتعلموا، بيساعدوهم ان مثلا بيجوا في رمضان، هم اطفال صغيرين جدا، يجوا في رمضان مامتهم تاخدهم وتوديهم الجامع، ونروح بعد احيانا بنروح نفطر في الجامع والتراويح. نروح نحضر التراويح، نصلي التراويح بعد كده نرجع. العيال بيخشوا مسابقات في الجامع ويتعلموا يعني لازم التربيه هنا جو ديني. اصعب من الدول العربيه. جو ديني ان انت لان العيل ممكن يتاثر باللي حواليه، فانت بعد كده لما العيل هيكبر قدامك انت مش هتقدر تسيطري عليه. فانا ما اجيش اهمل ابني واحطه على جنب كده واقفل عليه واقول اصل انا كنت بشتغل بالثلاث وبال10 وبال50 ساعه وبال100 ساعه في الاسبوع علشان اعمل مستقبلي ان انا عيالي مستقبلي ان انا ولادي يطلعوا متعلمين، ومستقبلي المستقبل مش مستقبلي انا، ده مستقبل ولادي انا. ولادي دول اللي هفتخر بيهم بعدين. يعني الراجل السواق واحنا ماشيين في مصر واحنا كنا جايين من مصر قال ايه؟ انا بصرف كتير. ده قال مثل جميل والله العظيم يا جماعه، عشان العيل. قال ما تبنيش لبيتك، قال ما تبنلوش بيت وعلمه. ده كنا في الغردقه صح. لان لما تعلمه هيعرف يجيب البيت بفلوسه. والله راجل صعيدي من الغردقه يا جماعه. وشغال على سواق تاكسي، يعني شغال على تاكسي، وكان بيوصلنا المطار، وقعد يتكلم بيقول له والله يا مدام انا بعمل انا بتعب علشان خاطر ابني، عشان اعلمه، جايب له مدرسين يعني كذا وجايب له مدرسين. دلوقتي بالعلم الناس كلها بتهتم باولادها قبل نفسها. مستقبل ايه وبيوت ايه يا مدام اللي انت طالعه قاعده بتتكلمي عليها؟ الناس هي فاكره ان الناس بتحسدها على البيوت. لا ايوه، ما احنا هنتكلم بقى في الموضوع ده. استنى احنا على نقطه عشان نخلص موضوع ايمان الاول. ايوه. فانا بصراحه بحييكي يا مدام ايمان، اقسم بالله بحييكي. هي نفسها اتاثرت، ما كانتش عارفه شو قد ايه يعني، رغم ان هي يعني رسخت الحاجات دي كلها في ولادها. بس الفيديو اللي مدام نقى عملته خلت ناس كتير يفكروا يختبروا ولادهم اللي هم عايشين هنا. يعني انا نفسي بس انا الحمد لله يا رب، الحمد لله انا محمد ابني الحمد لله زي الفل، ربنا يا رب يحميه ويحرسه. مش هقول لكم علمته من هو صغير، بالعكس الاول كان رافض ان هو يخش الجامع، كان رافض مش ان هو ما يخش الجامع عشان هو مش حابب الجامع، لا كان بيحب يلعب، بيحب يروح فيتنس، بيحب يروح مصارعه بتاع. بس انا واحده في واحده ما ينفعش ان انت تدخلي مع العيل بطريقه تخليه يكره الحاجه. لا انا محمد ابني على طول بقى يشوفني وانا كل يوم بقرا الصبح قرآن، بيشوفني وانا دايما بصلي. فبقى يجي يقعد يسالني اسئله، بيترسخ في مخه. بقى يجي يقول لي ماما ما تيجي نحفظ سوره. بقينا نيجي انا وهو ننام مثلا، بقيت ساعات انام معاه في الاوضه، يجي يقول لي ماما، اقول له ما تيجي يا محمد يلا نحفظ سوره صغيره كده من السور الصغيره. يقول لي اوكي. مثلا سوره الاخلاص يوم حفظها، تاني يوم
حفظوا سورة تانية صغيرة، تالت يوم سورة، ونيجي بقى ايه، أو طول ما احنا نايمين جنب بعض كده من قبل ما ننام، تعالى يا محمد نقول كل السور اللي احنا حفظناها. والله العظيم يسمعها، نقوم محافظين بقى، مسمعين كل يوم سورة جديدة، يعني مش كل يوم لحد ما يحفظ، يعني حفظ سورة اللي بعدها حفظها نيجي على جديدة كده، لحد واحدة في واحدة في واحدة، وبقيت اتكلم معاه في الدين، وبقيت كمان هنا العيال بيدرسوا حاجات يا جماعة. دي اللي خوفتنا قوي. اذا يعني الكلام، نهاية الكلام يعني ان الاهتمام بالتربية الدينية للعيل، بالتربية عامة خصوصا العقيدة بالنسبة للعيل هنا، يعني لازم اديله عقيدة دينية، اديله عقيدة دينية كويسة، يعني يتأسس في الدين حلو. السماعة الحمراء وماله، بس احنا موضة قديمة. بتغاظوا من السماعة دي يا جماعة، الميكروفون ده يا ستي اهم حاجة الكلمة توصل. ايوه مش مهم الكلمة توصل، ما ايوه احنا مش بنتزوق. ايوه احنا مش بنحط فلتر. لا ده فلتر مين؟ اتكلم يا سونا اتكلم. لا ده احنا وصلنا طب لا تطلع من الكلمات تنسى اقول. دلوقتي اهم حاجة العقيدة الدينية بالنسبة للعيل. اولا بنشئ العيل كويس، بفهمه ان في دين وفي ربنا، في جنة في نار، في ثواب في عقاب، بحيث ان يتعلم العيل كويس خشية ربنا من صغره. لكن مش اربي العيل تربية علمانية وبقول ان انا بديله دين. بتديله دين ايه؟ ده دين جديد. طلعت بقى ايه علينا النقة بفيديو، كان حسن زعلان جدا والله العظيم. طبعا لان دي انسانة قلنا ما بتفهمش، ما بتعرفش تتكلم ولا بتعرف فاكرة ان الناس كلها بتحسدها. ايوه بتحسدها على ايه؟ انا احسدها على ايه؟ على البيوت. لا انا احسدك لما تربي عيل كويس. اديها يا ابو علي اديها. لما هو تربيه كويس يبقى عارف ربنا. ايوه مش يقول احسدك لما هو تربي عيل ربنا يغفر له. احسدك لما انت تربي عيل تقول لي ان شاء الله انا عايز ابقى غنية. المشيئة قبل اي حاجة، ان شاء الله. ماشي. اما مثلا كل ما انت تتكلمي لا بيحسدوني. بيحسدوك على ايه؟ والله بيحسدوني. التصرف ده غلط. اللي قدامنا المفروض يبرر بمنتهى الادب، لكن ما بيبررش. ليه؟ لان عامله نفسها فوق الناس. ودايما اللي عامل نفسه فوق الناس بيبقى اوطى الناس. خلصت؟ طيب كلمة أخيرة يا جماعة لأن الفيديو طول قوي على الآخر يعني. أنا بحب نقط كده ونتكلم في نقط، وحسن بيلخبطني فأنا بنسى بصراحة يعني. المهم عايزين نوصل لك يا ست نقة إن إحنا ولا بنغير ولا بنحسد، لأن إحنا ولا جعانين ولا إحنا ناقصنا حاجة، ولا إحنا ناقصنا شقق وبيوت، ولا احنا ناقصنا الكلام ده. الحمد لله مستورة. والحمد لله لو حتى قاعدين في ايجار باحترامنا، وما عندناش بيوت خالص باحترامنا، ناس بتحترمنا على الاقل. ده اللي يهمنا. انما انت تقولي احنا بننتقدك بيننا وبينك ان انت بتعملي حاجات مش يعني بتمس الدين وبتمس الشباب وبتبثي سمومك للناس. بنقول ده غلط. فهو ده اللي بيننا وبينك بس. فاطلعي رد علينا بالادب والاحترام، بدل ما تقولي يا شحاتين يلي احنا مش شحاتين، واللي بينتقدوكوا كلهم مش شحاتين، كلهم ناس محترمه جدا. الكلام اللي هي بتقوله ينم على حاجه واحده، على انها اتهزت من جواها. هي مهزوزه ضعيفه. لو انها قويه
تطلع مش- تتكلم تكلمنا، زينا، ترد علينا عادي، رد برد. مش علينا احنا، على كل اللي على انت الكل. عندك كتير قوي، عندك كتير قوي، مش هترد على مين ولا على مين ولا على مين ها. لان اخطاء كتير قوي. ومش كل اللي بينقدوك وحشين. لا بيكرهوني، لا ما بيكرهوكيش. والله العظيم يا جماعة، ما حد، كل المنصات الناس محترمة، حتى اللي بيتكلموا بأدب وباحترام، بينتقدوكوا بأدب واحترام. كل الشتيمة أنا ما بسمعهاش إلا في اللايفات بتاعتك، والله العظيم 3 لايفاتها، فيديوهات القطاع اللي وراها، هم اللي بيسبوا، هم اللي بيشتموا، هم اللي بيغلطوا في الناس. والله العظيم 3. اللي عايز يا جماعة يتأكد يبقى يخش لايفاتهم ويشوف فيديوهاتهم، ويشوف فيديوهات الجيش بتاعها اللي هي مجنداه تبعها هي. يا جيش الجزمة. تعالوا تابعوهم وانتوا هتعرفوا الحقيقة، مين اللي بيشتم ومين اللي بيغلط ومين اللي بيهزق الناس. هتلاقوهم هم، مش اللي بينتقدوها خالص. اطلعي اتكلمي مع الناس واتكلمي بأدب بدل الشتيمة والغلط في الناس. لا، قولوا لهم تعالوا 1 2 3 والناس هتتقبل، ويبقى في حوار بيننا وبين بعض باحترام. انما انت بوظتي اليوتيوب، سمعة المصريين، سمعة المسلمين، سمعة الناس، يعني العرب. دمرتينا، انت دمرتينا بفيديوهاتك. كنت الاول كويسة، معرفش ايه اللي جرالك. هل كتر الفلوس معاك والداعمين عملوا لك قل في مخك؟ حقيقي، ده حقيقي. سيبك يا عم، ده كلام اونطه. موجود الداعم، بس سيبك من الكلام اللي بتقوله. هو في داعمين فعلا، بس الدعم والداعمين ده لهدف معين، الأجندة. دمار الشباب ودمار الاجيال. افهم. أيوة. هو دمار للدين. واضح. تقولي لي بقى اسم بلبل اللي انت بتقوليه ده يعني اسم حركي، فهمت؟ سفير السعادة. اسم حركي. فاحنا بقى طولنا يا جماعه، وانتوا اللي عايزين الفيديوهات الطويله بقى مالناش دعوه. معلش، قال عملت لي برجيت برضو. لا اللي هي طالعه ما بتقول انا جميله. صح، انت اللي شفت اللي انا ما كنتش فاضيه والله يا جماعه. انا جميله من غير فلتر. طب ما بتحط فلتر ليه؟ حط فلتر ليه؟ ده انتوا كل ما تيجي تاكلي الفلتر يطلع على اللقمه، يطلع على صباعك، يطلع على ايدك، يبقى باين على الكوبايه الاحمر. يعني واضح ان انت حاطه فلتر. يا وليه حاطه فلتر؟ يا ست احترمي سنك، 63 سنه. لما انت جميلتي الجميله فيرجينيا، جميله الجميله، بتحطي ماسك بتحطي فلتر ليه؟ اطلع على طبيعتك. بتنفخي ليه عند العجلاتي؟ اهو ضربوا الاثنين. وبعدين قال ايه؟ لو شفطت شويه وشدت شويه هترجع عندها 25 سنه. نعم. هي بتقول كده والله. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول لي الزمان ارجع يا زمان. اقعدي شدي كده زي صباح، شدي لما تبقى عامله زي المومي. داب ولا حب ولا نجاح. على فكره هي عامله جمال يا جماعه في وشها والله عمليات. بصوا لها كده وهي بتضحك من هنا وهي بتضحك المناخير كده بتتشد، في عمليه هنا او النعمه. ما هو انت بقى انت اللي بتجيبي لنفسك. ما هو بيشدوها. كل اللي بيشدهم لما بييجوا يضحكوا كده تحسي ان في شده كده بتبقى في الجلد هنا، خصوصا من عند المناخير كده، لاحظوها. فهي اصلا عامله يعني الست معديه 70. 70 ايه؟ حرام عليك. عندها ايوه 63 سنه بس. عامله عمليات تجميل. عندها 63 سنه بس يعني اكبر مش محوقه. العمليه مش محوقه يا جماعه. عمليه ايه ده؟ يلا خلاص بقى، سيبوكوا بقى يا جماعه. ايه رايكم؟ انا جايبه البتاع ده اهو، الشال ده انا جايباه من اويغو شوب ب2 يورو. ما انا شحاته على بعض. والله ب2 يورو عجبني. على فكره يا جماعه، انا مش مهم يعجبني ان هو رخيص ولا غالي، المهم انه يعجبني. يعني عجبني فشكل وتقيل، وربنا تقيله ازاي. شوفوا يا اولاد، ب2 يورو. اللي في المانيا يا جماعه روحوا اويغو شوب هتلاقوهم ده ب2 يورو والله حلو، ب2 يورو. انت بتعملي اعلان للاويغو شوب؟ لا والله. يا ريت. هنا مفيش الكلام ده. طب ده هي بتمشي تدور على الجزم النص نعل. الاستوكات الحاجات اللي هي خلاص هيرموها، اللي عليها 30. لا يا اولاد، ده ما تتكسفش خالص، ما تتكسفش خالص. يلا بقى علشان العموم اللي يطول يا حسن.
الفيديو طول او ربنا يا جماعه احنا ما ينفعش معاك الا لايفات يا عم. يا والله ستي- العظيم ما ينفع معانا الا لايفات. حته الفيديوهات دي انا هتبقى فكسانه يا قوي. ستي لايفات ده تبقى حلوه اللايفات. ايوه ما لا، احنا لا، نتكلم. الفيديو بقى كام؟ شوف بقى كام كام؟ عدى جامد وربنا. ما هو الناس بتستأنس مش بينا. كل الناس برضو، في ناس يعني ما عندهاش النت، بيبقى يعني اللي في مصر مثلا بيشاهدونا اكتر حاجه من مصر كمان يا جماعه، وبيشاهدونا من كل العالم. شوف احنا قناتنا صغننه ازاي وكل العالم بيشوفنا. ها علشان يعني ما تقوليش ان انتوا بس اللي بتتشاهدوا. الكلمة من القلب، ما عندناش تكبر. انا اللي يوقفني في الشارع بقف اتكلم معاه. ايوه لسه ما جبتش 2 بوديجارد يحرسوني ولا العظمه لله. ولا حطيت كاميرا على الباب. العظمه لله. الكاميرات من دي إيه؟ وراها يا جماعه رعب ما انتوش فاهمينه. خلاص بقى ما تتكلمش تاني علشان خلاص بقى كفايه الرعب اللي هي هتشوفه. الكاميرات دي وراها رعب. هي الكاميرات دي عاملاها مين؟ المتابعين. هو المتابعين مش عايزين يعملوا لها حاجه، لا ده حاجه تانية. يلا بقى نقول لكم ايه، اصل الموضوع طول والله تزعلوا مننا. اصل المره اللي جايه نقول لكم على سر الكاميرات ايه. يلا. لا ما الناس عارفه في حاجه مستخبيه. يلا يا جماعه بنقول لكم بقى بنحبكم في الله ودردشنا كتير. احنا مش قناه نقد ابدا، احنا قناه نقد ايه دي اللي تقعد تحكي شفيق يا راجل. لا احنا مش قناه نقد، احنا قناه دردشه ونعنشه ونقعد نتكلم مع بعضنا، وفي حاجه نقولها، فكره نقولها، معلومه نقولها، نقد نقوله كده يعني بس. يلا. والحمد لله طالما النقطة موجودة النقد موجود. ده كل يوم بتطلع وراها 7-8 مواضيع. والله العظيم ما انا فاضيه اقسم بالله يا جماعه. انا بشوف حاجات بس طياري كده، طياري القط حاجات كده انا النهارده وانا بغسل، وحسن بقى هو اللي بيقعد يشوف. وانا بغسل شاهدت ايه بس شويه ادور لقيت لا النقطة تاني. ما هي انت مش شفتها بتقول لك الأوضة ده هي ولاد معفنة بقالها سنة، بقالها كام سنة، بالسنة كام سنة. أيوة. لما عملت عفانة لما وفرحانة مش بتتكسف يا بنت الكسفي يعني الناس ولا هي بتصير الجدل، هي ست عجوزة. ايوه لا هي بتصير الجدل عشان الناس يطلعوا يتكلموا، ما احنا عارفين. يلا عشان يجي لنا فلوس يا نقة. باي باي. يلا باي باي. يلا شد ونفخ. يلا باي باي عجلاتي. يلا تشوس.